كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة واديله ادي بعد رمضان، واللي كان محافظ على نظام رجيم بوظه، واللي مش محافظ بوظ اكتر ما هو مبوظ. ازاي تاكل كحك وبسكويت وبيتي فور من غير ما وزنك يزيد؟ هو ده اللي هتعرفه في الحلقة دي. كمل معايا الحلقة عشان تعرف ازاي تاكل براحتك في العيد من غير ما وزنك يزيد. تابعونا. اهلا وسهلا بيكم في قناه معلومات صحتك. لو اول مره تتفرج علينا شرفنا باشتراكك في القناه. فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بننزلها جديد. معاكم كابتن عمرو خالد، اخصائي تغذيه علاجيه، علاج سمنه ونحافه وكل حاجه تخص صحتك. شرفنا باشتراكك ونورنا، ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان كل الناس تستفاد. تعال بقى نخش في موضوعنا على طول. تعال بس الاول اقول لك كم مصيبه كده في الكحك والبسكويت والغريبه والبيتيفور والحاجات دي عشان بس تبقى واعي احنا داخلين على ايه. الكحكاية فيها من 200 ل 250 سعر حراري، البسكوتة من 80 ل 120 سعر حراري، الغريبة من 100 ل 150 سعر حراري، البيتيفور من 80 ل 140 او 150 سعرة حرارية. طبعا ما اقدرش اقول لك نسب معينة لان كل مكان بيعمل بريسبي معينة، وكل مكان ليه حجم معين ووزن معين، فما اقدرش اقول لك نسبة معينة، بس ده المتوسط. يعني خلينا نقول ان المتوسط في اي قطعة من القطع دي من 100 ل 150، بغض النظر عن الكحك اللي ممكن يعلى ل 200 سعر حراري. المصيبة التانية ان الحاجات دي او الاكل ده كربوهيدرات سريعة الامتصاص، يعني جسمك بياخدها بيمتصها بسرعة كبيرة جدا، فده ما بيحفزش عندك هرمون الشبع، بيحفز عندك هرمون الجوع فيخليك تجوع اكتر فتاكل اكتر. والكربوهيدرات سريعة الامتصاص بتخش جسمك بتعلي هرمون الانسولين عندك بشكل غير طبيعي وسريع، فده بيكون دهون. ففي الاخر وصلنا في اخر الدايرة عشان نقفلها: كربوهيدرات سريعة الامتصاص تعلي الانسولين في الدم، تراكم دهون سريع ما بتعليش هرمون الشبع وبتعمل مقاومة انسولين. فهمنا كده القصة بتعمل ايه؟ طب ازاي نعالج الموضوع ده وازاي ناكل من غير ما وزننا يزيد ومن غير ما نخش في كل المشاكل الكبيرة دي؟ اول حاجة بس نسيت، لو نسيت تعمل لايك اعمل لايك عشان الفيديو ده مهم قوي ويستاهل والله اللايك. ازاي تحل المشاكل دي؟ بثلاث طرق: تحديد الكمية، خلط او اختلاط الاكل في وسط الوجبات بتاعتك، تالت حاجة انك تقوم بنشاط بدني زي ممارسة الرياضة بعد الاكلة دي بساعة ونص او ساعتين. هو ده الموضوع كله. احنا في كاخصائيين تغذيه وناس بتعمل رجيم ودايت وبنحافظ وحميه غذائيه، دايما بنوعي الناس بعدم الحرمان. ما تحرمش نفسك، عشان انت ممكن تحرم نفسك طول اليوم ما تاكلش، وتيجي بالليل بقى خلاص ما انت بني ادم والاكل برضو بصراحه مغري وكحك وبسكويت وبتاع والناس كلها عماله تاكل قدامك، فتيجي قبل ما تنام هوب تروح واكل لك نص كيلو كحك على ربع كيلو بيتيفور تخرب الدنيا كلها. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. كل اللي انت عايزه بس في المعقول، في الوسط. يعني ايه في الوسط؟ يعني احنا قلنا لو متوسط القطعة من 100 ل 150 سعر حراري، كل 4 قطع في اليوم. بس برضو اوعى تحسب دول مش من ضمن سعراتك الحرارية. يعني انت لو بتعمل نظام رجيم ومفروض لو انت حاسبه سعرات حرارية ليك 1500 او 1700 سعر حراري، فهتاكل من الحاجات دي كل واحدة قطعة فهتاكل لك حوالي 500 او 600 سعر حراري. هتشيلهم هيتبقى لك 1000 او 1100 سعر حراري، دول اللي هيتبقوا لك في اليوم عشان تاكلهم. كده فهمنا؟ عشان ما نجيش بس ناكل دول وناكل نفس الاكل بتاعنا، لا هنقلل. طب الناس اللي مش حاسبه سعرات حراريه هتقلل بقى. يعني لو هتاكل نص رغيف هيبقى ربع رغيف، لو هتاكل رغيف هيبقى نص رغيف، لو هتاكل 5 معالق مكرونه هيبقوا 3 معالق مكرونه، 5 معالق رز، معلقتين او 3 رز. هتقلل الكميات بتاعه الاكل كله اللي في اليوم بحيث دي تعادل دي. كده عرفنا تحديد الكميه. تاني حاجة معايا وهي مهمة جدا جدا، انك تحاول تدخل الكحك والبسكويت من ضمن وجباتك. ازاي يعني انا هاكل دلوقتي رز وخضار وبتاع، اكل معاها في النص بسكوتة او الكحكة بتاعتي؟ لا. يعني قبل الاكل ب10 دقايق تكون واكلهم، منها هتسد نفسك شوية صغيرة، لان الكربوهيدرات سريعة الامتصاص بتسد نفسك لمدة صغيرة جدا وبعد كده اكنك مكلتش حاجة. يا اما بعد الاكل على طول، طبعا مش في نص الاكل. ليه بعمل كده؟ لان كده كده وانت بتاكل وجبتك العاديه انت بتدخل بروتين، بتدخل كربوهيدرات بطيئه الامتصاص، بتدخل فيتامينز، بتدخل، فانا عايزك تدخلهم في وسط الليله دي علشان خاطر الانسولين ما يعلاش مره واحده من الكرب سريع الامتصاص، لا يبقى انت عملتهم زي اللي في الخلاط كده. جسمك هيحصل له شويه تفاجؤات، انت هتدخلي كربوهيدرات سريعه ولا بطيئه مع بروتين ولا ايه؟ فانت بتدخل كله في بعضه وفي نفس الوقت
ما بتشغلش معدتك مرتين عشان الانسولين ما يعلاش مرتين، هي مره واحده بس. كده فهمنا. يبقى قبل الاكل بربع ساعه او تلت ساعه لو هتاكل الكحك والبسكويت، او بعد الاكل بعشر دقايق مثلا. دي خلط او احنا بنضحك على جسمنا بيها. تالت حاجة ممارسة الرياضة. انت بقى اكلت وحسيت انك زودت شوية 200 300 سعر حراري في اليوم عن اللي انت بتاكله، يبقى تحرقهم بالمجهود. انزل بقى اتمشى شوية، اجري شوية في البيت، شوية كارديو في البيت. ال 200 300 سعر اللي انت زودتهم دول، اللي هو القطعة او القطعتين اللي انت اكلتهم، احرقهم. يبقى انت ما عملتش حاجة. يبقى في الفيديو ده انا فهمتك ازاي تاكل كحك وبسكويت وبوتي فور من غير ما وزنك يزيد. لو استفدت معايا، لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس، عشان كل الناس تستفاد زي ما حضرتك استفدت. ولو ما اشتركش معايا في القناه، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه ونزلها جديد. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.